ازاي تحقق الحريه الماليه وتكسر السايكل بتاعه ال9 to 5. انا كنت شغال فارماسيست في كندا، دخل كويس ووظيفه محترمه، بس كنت حاسس اني محبوس. كل يوم نفس الروتين، شغل من 9 ل 5، ساعات كان بيبقى من 9 ل 9، وبرجع تعبان يا دوب انام عشان اصحى واعمل اليوم هو تاني. ما كنتش لاحق اعيش، وفي وقت كنت عامل اقول لنفسي ايوه، ما هو ده الطبيعي وهي دي الحياه، ولازم المعيشه تبقى كده عشان اسستين اللايف ستايل بتاعي. بس كل حاجه اتغيرت من الكتابين اللي هقول لكم عليهم. اول واحد ريتش داد بور داد بتاع روبرت كيوساكي، والتاني ذا 4 اور ورك ويك بتاع تيم فيرس. طيب روبرت كيوساكي قال لك لو شغلك بيصرف على احتياجاتك انت كده شغال عشان تعيش، لكن لو اصولك الاسيتس بتاعتك بتصرف عليك هو ده الحريه الماليه، يبقى انت كده يو اتشيفد الفاينانشال فريدم. وانا طبعا زي كل الناس كنت فاكر ان البيت هو اكبر اسيت ليك وهو ده الاصل اللي هيأمنني مستقبلي، بس الحقيقه ان البيت بتاعك هو اكبر لايبيليتي، خصوصا لو انت عايش فيه. انت اخر كل شهر تاخد فلوس من جيبك عشان تدفع للبيت ده، فدي كده لايبيليتي على بالانس شيت لايبيليتي. وطبعا زي ما بياخد فلوس من جيبك يبقى هو مش بيدخلك ولا مليم جيبك، يبقى انت كده كاش فلو نيجاتيف. طيب تعالوا نرجع بالزمن شويه. من 10 سنين كان حوالي الانترست ريت من 1 ل 2%. وقتها كانت الناس بتستلف عشان تفتح بيزنسز وتكسب. ليه؟ لان ساعتها الدين ما كانش بيوجعك قوي، لكن دلوقتي الدين بيخنق. الانترست ريتس ممكن توصل ل 12 و20%، يعني لو مش عامل مارجن فوق ال 50% ارباحك بتبقى كلها رايحه للفايده، تبقى انت بيسكلي شغال عشان تدفع للبنك الانترست ريت. والمصيبه ان طبعا مفيش بروفيتس، وده من اكبر الاسباب ان انا دلوقتي مش بستعمل كريدتس، يعني انا مش بليفرج الديت عشان اكبر البيزنس بتاعي. زمان كان ينفع، لان دلوقتي لما بتكون مديون بتبقى خايف تاخد قرارات، والبيزنس محتاج ريسك. ساعات البيزنس بيبقى محتاجه عشان يكبر، وبتضيع عليك فرص كتيره كانت ممكن تكبرها لان انت خايف مخنوق مش عارف تتحرك. اما لو ماشي كاش قراراتك اوضح ومخك صاحي وبتعرف تتحرك اسرع، ودي من اهم الحاجات في البيزنس، انك تكون مرن وسريع وتخاطر وقت اللزوم. انا شخصيا بديت استثمر في السكيلز والسيلف ديفلوبمنت اللي اقدر ابدا بيها بدون مخاطره كبيره. حطيت شويه فلوس في امازون FBA، كان ممكن اخسرهم ايوه طبعا، بس كنت حاطط بادجت اقدر استغنى عنه وما كنتش جاي جنب السيفنجز بتاعتي، ودي نقطه مهمه قوي. ابدا بحاجه تقدر تخسرها بدون ما تتاثر قوي، لان اي سكيلز هتطورها هتقدر تكمل بيها. تعرف ايه احسن حاجه في تعلم الاونلاين انكم؟ لما بتتعلموا مره ازاي تدخلوا فلوس اونلاين مستحيل تنسوها، خلاص يعني you can't unlearn it. It becomes a life skill، زي السواقه او ركوب العجله مثلا. وناس كتيره قوي في البيزنس بتقول once you know how to generate money online you'll never be broke again. فلو انت حاسس انك محبوس في شغل ملوش اخر وكل شهر بتستنى المرتب عشان تكمل الشهر، افتح لنفسك باب جديد وابدا ان انت تتعلم سكيل تقدر تبيعها از سيرفيس للناس بعدين، سواء امازون، يوتيوب، دروب شيبينج، شوبيفاي، وحتى فريلانسنج. مش مهم الطريقه، المهم ان انت تبقى احسن واحد بيقدم السكيل دي عشان تقدر تتشارج الناس ان هم يدفعوا لك فلوس قصادها. كل اللي انت محتاجه هو تغيير المايند سيت بتاعك. وذا 4 اور ورك ويك ده كتاب بيساعد قوي على كده. فكر في بيزنس يقدر يمشي لوحده من غير ما يبقى معتمد عليك كليا. فكر ان انت ازاي تحط سيستمز ان البيزنس يبقى شغال 24 ساعه من غيرك، وده فعلا المعنى الحقيقي للفاينانشال فريدم، ان الفلوس تشتغل ليك مش العكس. وانا دلوقتي بشتغل عشان فعلا بحب اللي انا بعمله، مش عشان ادفع الايجار او ادفع انترست. انا حاولت على قد ما اقدر الفتره اللي فاتت ان اتخلص من كل الديتس اللي كانت عليا، بحيث ان انا ابقى مرن اكتر، عندي فلكسبيليتي اكتر، اقدر اخد قرارات اسرع تكبر البيزنس بتاعي. وبجد الهدف من الفيديو ده انك تاخد القرار النهارده وتبطل تسال ابدا امتى وتبدا فعلا. وبجد دلوقتي وقت الاونلاين هو من اكتر الاوقات اللي فيها كومبيتيشن، بس من اسهل الاوقات اللي ممكن حد يعمل فيها فلوس. طيب انا كده ناقص حاجتين عايز اكلمكم فيها. اول حاجه قوانين الحريه الماليه، دي لازم تحفظها زي اسمك. كل قانون من دول مش بس نظريه، دي حاجات انا شخصيا جربتها وشفت اثرها على حياتي وقراراتي. رقم واحد، ما تعتمدش على مصدر دخل واحد. اللي بيعيش من مصدر دخل واحد دايما قاعد على حافه الانهيار. اي ظرف، مرض، ازمه او فقدان شغل كفيل انه يوقف حياتك. انت محتاج ان انت تعمل دايفرسيفيكيشن للانكم سورسز بتاعتك، يعني تنوع مصادر الدخل حتى لو صغيره، المهم ان هي تبقى موجوده ومش حاطط كل الاكس بتاعتك ان وان باسكت. 2، خلي الفلوس تشتغل ليك مش العكس. واكيد اشتغلت كفايه عشان الفلوس، دلوقتي دوري ان اخلي الفلوس تشتغل عشان سواء امازون، يوتيوب، فريلانسنج، دروب شيبينج او حتى ديجيتال برودكتس. ابدا في تبني سيستمز تدخلك فلوس حتى وانت نايم. 3، السكيلز اهم من راس المال. الناس اللي بتستنى عشان
عشان تجمع 100,000 عشان يبتدوا بيزنس عمرهم ما هيبتدوا، بس اللي بيتعلم ده هو اللي بيكسب عشان فعلا ابتدى. وسكيل واحده حقيقيه تقدر تغير حياتك، ومش لازم تكون غني او معاك فلوس كتير، لازم تكون جاهز ان انت تبتدي. 4 البيئه اللي حواليك يا هتشحنك يا هتفصلك. لو كل اللي حواليك بيشتكوا وبيضحكوا على كل فكره بتشاركها معاهم عمرك ما هتكبر. اختار ان انت تكون وسط ناس بتعلم وبتجرب وعماله تحاول وبتحفزك ان انت تبتدي الافكار اللي بتشاركها معاهم. وبجد الطاقه اللي حواليك بتاثر على كل خطوه انت بتاخدها. واخر حاجه عايز اكلمكم فيها المايند سيت بتاع الفاينانشال فريدم. ازاي تصحى كل يوم عندك موتيف، عندك دافع ان انت عايز تبتدي وان انت هتوصل، وتعمل مانيفستيشن. تخيل ان انت اوريدي وصلت، ان انت اوريدي عملت المبلغ اللي عايز تعمله، او اوريدي فتحت البيزنس والبيزنس بتاعك نجح. لازم يبقى المايند سيت بتاعك تعمل له شيفت عشان توصل للجولز اللي انت عايزها. في 3 عادات لو فضلت عندك مستحيل توصل للجولز بتاعتك. اول حاجه النيجاتيف مايند سيت او التفكير السلبي. لو دايما بتقول لنفسك انا مش هقدر، انا مش زيهم، اصل ده كان في حد بيساعده، مش هتوصل. واعرف دايما ان انت اول واحد بيحط العقبات او الاوبستكلز قدام نفسك، وحل من حلولها ان انت تغير طريقه الكلام مع نفسك. يعني ممكن اقول لنفسي yes I can, yes I just haven't started yet, yes I can do it. انا عارف الكلام ده ممكن ناس كتيره قوي تضحك عليه، بس بجد يا جماعه تغيير المايند سيت عامل كبير قوي في نجاح اي انتربرنور ونجاح البيزنس بتاعه. تاني حاجه البيئه السامه اللي حوالينا. الناس اللي بتقعد تقول لك كبر دماغك يا عم، خليك في الوظيفه يا عم وماشي جنب الحيط، ما تقعدش تجرب حاجات جديده دي مش مضمونه. شكرا ليهم وعلى رايهم، بس انت ليك طريقك، ليك الجولز والاهداف بتاعتك اللي انت عايز توصل لها، وهو ده اللي هيخليك تختلف عنهم فيجي لك ريزلتس مختلفه. فجرب تقفل ودنك شويه وافتح الباب للطموح بتاعتك. 3 واهم حاجه اللي هو التسويف. لما بكره يجي انا هبتدي الاسبوع الجاي. في رول كده بسيط، لو كل فكره جات لك اخدت فيها خطوه في اول 10 دقائق حتى لو كتبتها، ده بيساعدك ان انت توصل للجول بتاعك. وبكده ابقى كلمتكم في سامري لذيذه عن الفاينانشال فريدم وازاي اقدر اوصل للحريه الماليه. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر سكيل نفسكم تتعلموها وانا همشي معاكم خطوه بخطوه. اشوفكم في الفيديو الجاي.